هو يعني ايه اله عند الكوريين واليابانيين والكلام ده؟ بص ده احنا مش في حاجه دينيه ولا حاجه، ولكن لو انت بتقرا منهوا ومنهى ومانجا هتلاقي الناس دي بتقول كلمه سيد وكلمه اله وكلمه عاهل وكلمه كوكبه والحاجات اللي استغفر الله العظيم دي. انا عايز اقول لك بس هو انوه على حاجه بسيطه. كلمه اله عند الناس دي استغفر الله العظيم يعني يا رب معناها كائن شديد القوه. يعني ايه؟ يعني كلمه اله استغفر الله العظيم يا رب برضه يعني معناها درجة مرتفعة من القوة، تقسيم للقدرات. يعني ايه؟ يعني الشخص المقاتل العظيم ربنا يكرمه ويتمرن ويبقى مقاتل قوي، مقاتل متقدم، مقاتل ملك، مقاتل امبراطور، واستغفر الله العظيم ويبقى مقاتل الهي. استغفر الله العظيم هنقول استغفر الله العظيم كتير النهارده. فكلمة إله أنت لما تسمعها هي معناها بس درجة مرتفعة من القوة. هو كائن عايش معاهم عادي جدا، ممكن يقتلوه، ممكن يغتصبوه، ممكن يعملوا فيه كل حاجة، هم كفار الحمد لله. فأنت لو بتقرأ من هو ولا كأنك شفت الكلمة دي تخيلها كأنها كلمة سيد. طب إيه تاني اللي أنا عايز أقوله؟ النساء في عالم المانهوا والمانجا الحمد لله مفيش فسق وفجور أوي، ولكن في ستات برضه يعني في رسومات مش تمام. فانا بريء من هؤلاء القوم. ليه انا بقول لك بقى التو بوينتس دول؟ علشان انا عايز ابدا سلسله بسيطه كده وجميله اسمها منهوات لازم تقراها. فانا في كل هذه المنهوات بريء من الحاجتين دول، وهحاول اعمل زي الفيديو ده هعمل لينك في باقي الفيديوهات بحيث ان هو يشوف هذه الافكار وبعد كده يتابع بقى يعمل منهوات براحته اللي احنا هنقترحها، وان شاء الله برضه هنلاقي حاجات نضيفه يعني. يلا سلام عليكم.